السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناتي، قناة كوكب النباتات. الحشرات والآفات هجمت على السطح بتاعي. يعني كنت النهاردة بتفقد مزروعاتي فوق السطح، وبالصدفة ببص على فاكهة البيبينو، لقيت زي ما حضراتكم شايفين الأوراق والسقان موجود عليها حاجة زي الدقيق بالظبط. تكتلات بسيطة بس ماسكة العود من فوق لتحت، وفي بعد الورق لقيته مثقوب ومخرب. انا اول ما شفتها من حوالي من يومين 3 أو 4 ما خدتش ولا اديته، قلت دي ممكن زيادة ري، والصيف الشديد بيبقى فيه برضو افات بسيطة. فلما رحت بالتليفون المحمول معايا وفتحت الكاميرا وحاولت اقرب من الورق وابص، لقيت ان دي حشرات، مش دي ابيض ومش حاجات يعني رطوبة عالية او كلام من ده او زيادة ري. ولقيت ان في اوراق محترقة وممصوص منها الالياف والغذاء بتاعها. فقربت لقيت ان دي حشرات الابيض ده حشرات كاملة ولها سيقان ولها رجلين وبتتحرك، ومش لون او حاجة بسيطة او كلام من ده. المهم اما لقيت كده انا زعلت. منظر الزرع والورق لقيته كله معظمه فيه ثقوب. اما قربت منه من بعيد ما ممكن ما تلحظش، انما اما تقرب من السيقان ومن الورق، ولو في كاميرا محمول برضه زي ما قلت لحضراتكم وتقرب، ممكن تشوف كوارث بقى في الورق. ماشي. لقيت بقى شجرة فاكهة البيبينو معظم الورق تلاقيه خلاص في ثقوب، والحشرة شغالة زي حضراتكم شايفين بتتحرك. يعني لما قربت وكبرت شوية لقيت ان الحشرة بتتحرك، هي كده نايمة على ظهرها وتحرك رجليها وعمالة تاكل بقى وترعى على خيرها، وكله ببلاش. الحمد لله انا لقيت الاصابة موجودة بس في شجرة فاكهة البيبينو بس، ما لقيتش غير هي وبس. فقعدت ادور في بقية المزروعات اللي على سطحي، يعني الحمد لله لقيت الاصابة كلها محصورة في شجرة الفاكهة البيبينو بس، فالحمد لله. فقلت بقى ادور على طريق مكافحة كويس. انا قلت بلاش الحاجات اللي هي الحشرية، المبيدات الحشرية الشديدة، عشان انا ما بحبش اصلا الرش، بس انا اضطريت له. يعني الرش المبيدات انا النهاردة اضطريت له، وهعمل ايه؟ لازم اتخلص من الحشرة دي. فمع البحث لقيت ان الحشرة دي اسمها حشرة البق الدقيقي، ودي آفة شديدة بتمص الالياف من الاوراق والغذاء والبروتينات الموجودة في الزرع لحد ما تخليه شوية قش، والزرع خلاص مناعته بتضعف، وكل مدى خلاص هيتعب. وزي ما انتم شايفين انا بدأت ارش، بس برش بدأت بقى ابحث واشوف انا هرش النهاردة. فلقيت ان البق الدقيقي اللي هو الابيض اللي شكل القطن اللي هو المنتشر ده عمال يخلف وعمال يولد، والمهم ملا الزرع على اخره، وفي حاجات صغيرة يا دوبك لسه باينة كده. فالمهم فرحت اسأل، قالوا لي لازم يترش يا بوستبان، وده مبيد حشري 48%، او يبقى حاجة خفيفة كده ملاسيون 5% وخلاص، يا سائل يا بودرة. فقلت انا هشتغل بالملاسيون الخفيف وبس. انا ما بحبش المبيدات ولا الحاجات دي على السطح، وانا بعد عن الحاجات دي، بس عشان الحر الشديد فالحشرة دي انتشرت، فقلت اكافحها بالملاسيون. وزي ما حضراتكم شايفين بدأت ارش الملاسيون 5%، وفعلا بدأت تموت اهي. انتوا زي ما حضراتكم شايفين هي كده ميتة وعمالة تحرك في جسمها على اخره، واللي حواليها الصفرة الصغيرة دي كلها الخلفة بتاعتها. المهم اما انا رشيت الملاسيون كويس بالرشاشة، ففعلا معظم اللي كان موجود كله مات، وغسلت الشجرة من فوق لتحت. حتى المزروعات اللي كانت موجودة في ريح الشجرة كلها رشيتها كلها، ورشيت المكان عشان اعقمه مظبوط. وانا حبيت ان انا اصورها لحضراتكم عشان تشوفوها عن قرب بالكاميرا التليفون المحمول، عشان انا كنت بحسبها دي حاجة بيضاء. المهم فقلت انا اوفر عليكم لاهمال زي حالاتي، واعرفكم اللي بيحصل بالظبط. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.